لمناقشة هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية السعودية. أهلا بك معنا أستاذ سلمان في نشرة الرابعة. اليوم هناك مطالبات لمجلس الأمن الدولي بالانعقاد من أكثر من طرف من ضمن الطرف السعودي. ما الذي يمكن أن يفعل مجلس الأمن أمام هكذا مجزرة واستخدام السلاح المحرم؟ أولا لنعود إلى الصيف الماضي عندما أطلق أوباما تصريحه الشهير، الرئيس الأمريكي أوباما تصريحه الشهير بأنه حذر النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية، معتبر أن هذا خط أحمر. خلال هذه الفترة استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية 10 مرات. في 25 مايو الماضي قال البيت الأبيض أن لديه دلائل على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية بكميات قليلة. ومع هذا حتى الآن، حتى أن ريتشارد كوهين الكاتب في واشنطن بوست سخر من الرئيس الأمريكي وقال أنه لا يعرف الفرق بين الخط الأحمر والخط الأخضر. إلى الآن الرئيس الأمريكي على رأس الولايات المتحدة وكذلك الغرب لم يقوموا بأي فعل، ولا زالوا يعولون على مجلس الأمن وعلى العقدة التي وضعها حليف دمشق في موسكو وكذلك في بكين لعدم القيام بأي إجراء عبر مجلس الأمن. أنا أعتقد لكل دولة تقوم بإجراء معين لها حد أعلى وحد أدنى. الدول العربية حتى الآن لا تستطيع القيام بما قامت به، لا يوجد لديها أداة تستطيع، لا يوجد لديها جيش تستطيع تدعو، لا تستطيع القيام بقرار لفرض منطقة حظر جوي أو حتى منطقة عازلة. مجلس الأمن حتى الآن صحيح أن الحليف الروسي لدمشق حتى الآن هو من يضع العقدة في المنشار، ولكن الدول الغربية متخاذلة في هذا الملف ولا تستطيع الضغط عليهم. يعني نحن نرى كيف تعاملت واشنطن مثلا في ملف سنودن مع موسكو وكيف كانت أشد قسوة عليها، بينما في الملف السوري حتى الآن هي تقوم بالحد الأدنى هي ودول الاتحاد الأوروبي. هل سيستمر هذا الحد الأدنى من ردود الفعل حتى في وقوع مجزرة مثل هذه؟ بصرف النظر من يرتكب المجزرة، المتضرر الأساسي هم الأبرياء. نعم صحيح. في بداية الأزمة السورية كانت التقارير الغربية تتحدث أنه عندما تكون هناك كارثة إنسانية كبرى فهذا لا شك أنه سيؤدي إلى تدخل غربي مهما كانت النتائج. وجدنا الكثير من الكوارث. كارثة اليوم هي كارثة ربما تسجل في التاريخ بسبب الأضرار المهولة التي حدثت. للأسف لا يوجد هناك تفاؤل أن مجلس الأمن سيقوم بدوره، سيجتمع مجلس الأمن لكنه لن يتخذ القرار الذي يترقبه الجميع وأهل سوريا أولا. نذكر مثلا أمثلة حدثت في التاريخ مثل حلبشة ضد الأكراد في العراق، كان هناك مواقف دولية حازمة. هل اليوم نفتقد إلى التوافق مثلا؟ هل التوافق يجب أن يتوافر حتى يكون شرطا لأي تحرك ما؟ مهما كانت الخسائر، مهما كانت فظاعة المشاهد؟ لنا تجارب في ليبيا مثلا عندما قام الناتو بقصف قوات القذافي، وكذلك بحالة خاصة في مالي عندما قامت أيضا فرنسا بعملية محدودة. إذا أراد الغرب أن يقوم بعملية فإنه يستطيع القيام بها سواء عن طريق مجلس الأمن أو حتى تحت بنود أخرى الفصل السابع أو غيرها. حتى الآن لا يريد الغرب القيام بهذه، يقوم هو بالحد الأدنى. وللأسف لا أعتقد أنه سيقوم بأي تغيير خلال المرحلة القادمة. يعني الآن كل التعويل على الثوار الليبيين لإنهاء معركتهم. لا أظن أن الغرب سيقوم بدور السوريين. عفوا. شكرا جزيلا على وجودك معنا في نشرة الرابعة سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية السعودية. شكرا لك.